أمي اللي ضياها بدد الليل على ظلام، صغت فيها القصيد من أوله لختامه. أمي اللي توصى الله فيها وحرام، هجرها ونزل والله ذكرها في كلامه. قال أسامة حمد علوة بحرفي عدن هم، لأجل أمي نفس قلبي ومصدر هيامه. أمي اللي ضياها بدد الليل الأظلم، صغت فيها القصيد من أوله لختامه. أمي اللي توصى الله فيها وحرم، هجرها وانزل الله ذكرها في كلامه. هي لقلبي دواء وهي للأجراح بلسم، كل ما كدر العالم مزاجي ودامه. أمي اللي بتجري داخلي مثل ما الدم، هي سعادة أبو تركي وكل اهتمامه. لو أضحي لها بالعمر والروح من دم، لا سواها بقلبي تستحق الإقامة. هذه القصيدة من كلمات الشاعر أبو تركي أسامة حمود محمد علوة، وهي إهداء لأمها الغالية وأبوه الغالي، والقصيدة تعبر بما فيها. يلحنها محمد العباسي ويعزفها بالعود الفنان أحمد مروان، وبالإيقاع خالد فارع. ضيفنا الليلة الشاعر أبو سعد الحريزي. ففي اليام واعتليت السماء وجريت فيها الغمام، أنت علمتنا يا رب فيما بنعلم، وأنت ذي أوجد والعالم وأوجد نظام، وأنت وصيتنا بالأم في قول محكم، من عصى الأم بوأت كل جهنم عظام. قال أسامة حمود عوال وهب حرفي عدن هم، لأجل أمي نفس قلبي ومصدره يامي. أمي اللي ضياها بدد الليل على ظلام، صغت فيها القصيد من أوله لختامه. أمي اللي توصى الله فيها وحرام، هجرها ونزل ذكرها في كلامه. هي لقلبي دواء وهي للأجراح بلسم،
لأجل تتحمل أوجاعه وينام نامه. كيف أسمو بأوامري وامسكه من زمامه. والدي الذي قلبي بحبه متيم جنبه أحيا حياة الحرية والكرامة. به وتعلى قامتي ألف عام همتي به مثيلة والحيد والشام خصام أرتفع به واسمو همتي كل عام. كم نصحني ودروسني وفهم وعلم كيف أسلك طريق الدين والاستقامة. ربنا يطول في أعمارهم.